شاب يمني فعلوا فيه كل هذه الأشياء وكل هذه الجرائم فقط لأنه يعمل في الشرطة القضائية. الشاب اليمني ماجد العاصمي من أهالي محافظة ريمة. ماجد العاصمي في وقت هذا الحادثة كان عمره 37 سنة، وكان يسكن في مدينة صنعاء ويعمل في مجال الشرطة القضائية. طبيعة عمله لو في يوم من الأيام أحد المحاكم أصدرت أمر بإلقاء القبض على أحد الأشخاص، أو أصدرت حكم على أحد المحلات أو الشركات التجارية بإغلاق هذا الشركة أو إغلاق هذا المحل، فهذا الضابط أو هذا الجندي يقوم بهذا الوظيفة ويقوم بإلقاء القبض على هذا الشخص أو يقوم بإغلاق هذا الشركة. في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 جاءت رسالة إلى ماجد العاصمي. هذا الرسالة تقول له أنه يقوم بإلقاء القبض على أحد الأشخاص الموجودين في أحد الأماكن، ولكن أول ما وصل إلى هذا المكان تفاجأ بكمين محكم أمامه. تفاجأ بثلاثة أشخاص أمامه قاموا بنهب سيارته وقاموا باختطافه. بعدما قاموا باختطافه هذا الرجال كان موفق وكان في جيبه الجوال. طبعا هذا العصابة إلى هذا اللحظة ما ركزوا على الجوال اللي كان معه، فقام وأرسل رسالة لزميله في العمل وقال في هذا الرسالة: إبراهيم اختطفني أنقذوني. وصلت هذا الرسالة إلى زميله في العمل في الليل، وما فتح هذا الرسالة إلا الصباح لما قام من نومه. فمباشرة هذا الرجال قام بإبلاغ الجهات الأمنية، وهنا بدأت الجهات الأمنية بعملها. الجهات الأمنية مباشرة قامت بإلقاء القبض على هذا المدعو اللي اسمه إبراهيم، فقاموا باستجوابه، ولكن إبراهيم أنكر وقال لهم أنه ما يعرف أي شيء عن ماجد العاصمي. فانطلقت الجهات الأمنية وقامت بمحاصرة بيته وإلقاء القبض على جميع الموجودين داخل هذا البيت، وقاموا باستجواب جميع الموجودين داخل هذا البيت. وكانت هنا المفاجأة. تخيل معي يا عزيزي أنها كانت عصابة مكونة من 9 أشخاص. قامت هذا العصابة باستدراجه إلى هذا المكان، وبعدها قاموا بالاعتداء عليه. هذا العصابة مبدئيا قامت بإعطاء مبلغ مالي حقير وبسيط لأحد الموظفين في السلطة القضائية علشان هذا الموظف يقوم بإرسال هذا الرسالة إلى ماجد العاصمي. فكانت هذا الرسالة كيدية، وكانت هذه العصابة منتظرة لماجد العاصمي في هذا المكان. وبعدما قاموا باختطاف ماجد العاصمي بدأوا بتعذيبه لمدة يوم كامل. وبعدما قاموا بتعذيبه لمدة يوم كامل قاموا بفصل أعضائه عن بعضها البعض، وقاموا بدفنه تحت بلاط المطبخ علشان يتستروا على هذا الجريمة وما تكشفهم الجهات الأمنية. ولكن الجهات الأمنية قدرت أنها تكشف هذا الجريمة، وتم إلقاء القبض على جميع المشكوك فيهم. وبعدما قاموا باستجوابهم تم إحالة 9 من هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة القضائية. المتهمين في هذا القضية هم عبارة عن عصابة مكونة من 9 أشخاص. طبعا من عام 2021 إلى هذا اللحظة لم يتم إصدار حكم على هذا العصابة. هؤلاء 9 اللي فعلوا هذا الجريمة المفروض أن المحكمة تحكم عليهم الحكم بالإعدام، لأن جريمتهم كانت واضحة، ولأنهم قاموا بالاعتداء على رجل الأمن. هذا الموظف وظيفته أن يقوم بتنفيذ أوامر السلطة القضائية. أما عن أهل ماجد العاصمي فلا زالوا إلى هذا اللحظة يطالبوا الجهات القضائية بسرعة إصدار الأحكام في حق هؤلاء المجرمين.